اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الأعزاء، اليوم باش نشوفوا في الوصفة هذه كيفاش نعملوا خبز بدون دقيق، بدون جلوتين، خبز صحي صح للرجيم، يصلح لمرضى السكري. باش نستعملوا فيه دقيق الحمص، مش الحمص أما الدقيق متاع الحمص، يعني الحمص كيف يكون شايح ومرحي كما اللي نصنعوا به الغريبة متاع الحمص. احنا موجود عندنا في تونس، ما نعرفش في بلدان أخرى كيفاش موجود، أما نتصور ديما في لي غران سيرفاس يبدا موجود. الخبز نتاعنا ساهل برشا، ما يستحقش منا لا دلك ولا يستحق منا تخمير ولا يستحق حتى شيء. باش نعملوا معاه سلطة خضرة مفورة على البخار، زادة صحية وتجي معناها كعشاء خفيف. تصلح الأوقات الكل، تتاكل باردة تتاكل حتى سخونة. يلا نمشيو مع بعضنا لطريقة الإعداد. باش ناخذوا الخضر، الخضر اللي تحبوا عليها. أنا استعملت بيتراف اللي هو الشمندر، استعملت سفناريا اللي هي الجزر، واستعملت القرنبيط هذاك البروكلو، واستعملت البطاطا والأرضي شوكي اللي هو القنارية. باش نغسلوا الخضرة نتاعنا بيان سور، نقشروها وكل شيء، ونقصوها كلها مكعبات ونحطوها تفور في فوق معناها في الكسكاس اللي يعملوا فيه الكسكسي بيان سور، فوق البخار مدة نصف ساعة. نبداو أول حاجة نحطوا الشمندر، هو من الأول البتراف خاطر يسيب الحمورية متاعو، واحنا ما حاجتناش باش تولينا السلطة كلها حمراء، دونك نحطوه هو من الأول باش كي يهبط ماء يهبط معناها ديريكت في الطنجرة اللوطة، ما يهبطش على الحاجات الأخرين اللي تحته، يكون هو معناها في الأسفل، معناها في القاعدة متاع الكسكاس. وبعد نكملوا الخضر الأخرين. السناري تستحق زادة أكثر وقت، نحطوها هي ثانية بعده، وبعد نحطوا الأرضي شوكي، وبعد نحطوا الحاجات الأخرين، خاطر هذوما أكثر حاجات اللي يحبوا معناها وقت باش يتيبوا ويتسويوا، معناها يستويوا كما نقولوا. سهلة ياسر السلطة نتاعنا، مش نقعد نوريو فيها بالتفصيل. بعد ما تتصور بيان سور نفوحوها كما نحبوا، نحطوا فيها كبار، نحطوا فوقها بيض، زيتون، زيت زيتونة، ملح، فلفل أكحل اللي تحبوا حسيلو، فوحوها كما تحبوا، معناها عدلوس، بصل أخضر كما تحبوا. هذه السلطة هايلة الحقيقة، تتاكل سخونة تتاكل باردة، فيها تشكيلة من الخضر ذي متاع الربيع، الحقيقة تعمل الكيف. توا باش نحضروا الخبز نتاعنا. الخبز نتاعنا باش ناخذوا كاس ماء سخون يغلي، نحطوه في كسرونه، ونحطوا عليه كاس من زريعة الكتان، ونخليوه هكاك درج من زمان، نحركوه شويه هكا باش الكتان يمتصك السوائل هذيك، ويطلق الماده اللزجه نتاعو اللي باش تعمل لنا ليزون في الخبز نتاعنا. لهنا مش باش نسحقوا لا بذور قطونه، مش باش نسحقوا حتى حاجه اخرى تعمل لنا ليزون، يعني هذا زريعة الكتان هي اللي باش تعوض لنا القطونه. ريتو كيفاش زعما شرب ديجا، ولات كيما الجيل، تكون كيما الجيل. توا باش ناخذ الخلاط نتاعنا نحطو فيه الكتان هذاك. لهنا الكاس المعياري 220 مليلتر، قلنا حطيت كاس ماء وكاس بذور الكتان. كان تحبوا تستعملوه بذور الكتان مطحون ميسالش كما تحبوا ديريكت تحطوه معناها، اما انا نخير اني نعمل له هكايا خلطه في الخلاط هذا خاطر يطلق اكثر الجين نتاعو. زدت عليه بيضتين، لهنا راهو برد الخليط نتاع الكتان نتاعنا. باش تلاحظوا اللي الخليط القوام نتاعو بدا يتماسك ولا بريسك معناها جيل. باش نزيدوه توا كاس اخر ماء بارد عادي، هذا الكاس الثاني توا.
نحطو معاها شوية زعتر باش نكهو بيه. اللي يحب يحط شو اسمها بسباس هذاك شومر والا اسمها حبة حلاوة والا حبة البركة هذيك الحبة السوداء اللي يحب حسيلو، كل واحد يفوح كما يحب. زدت مغرفة ملح معاهم. شفتوا كيفاش الخليط ولا كيما الجيل تكونت المادة الهلامية اللي باش تعمل لنا ربط ما بين المكونات الكل، خاطر ما عندناش جلوتين هنا. حطوها الكل في حاجة باش نخلطوا فيها. لهنا الخبز هذا نتاع القمح هو يتسمى غني من البروتين، وما فيهوش برشا كربوهيدرات، ومعناها البروتين نتاع الحمص معناها يتسمى بروتين باهي كما نقولوا من نوع الباهي، خير من الفول مثلا. تو باش نضيفوا 2 كيسين من نفس الكيس من دقيق الحمص، موجود راهو في لي غران سيرفاس تلقاوه، حتى كان في البلدان الاخرى يقولوا معناها مش موجود ولا حاجه، كان ثبتوا معناها تلقاوه اكيد. لهنا باش نزيدوا ساشي نتاع 10 غرامات من خميره الحلويات بيكنج باودر. باش نزيد الكيس الاخر توا نتاع الدقيق نتاع الحمص. تو حطينا احنا كاس ماء سخون من الاول يغلي، كاس اخر زدنا صبيناه في الخلاط، وتوا باش نزيدو نصبو كاس اخر لهنا مع الخليط. المهم نفس الكاس معناها تكيلوا بيه من الاول، تبداو تكيلوا بيه هو نفسه. ناخذوا بابي كويسون نحطوه في الطبق نتاعنا نتاع الفرن، ونكونوا ديجا معناها حلينا الفرن باش يسخن على 180 درجه من فوق من اللوطه. شغلت الفرن من فوق من اللوطه، وباش نبداو نحطوا الخبزات نتاعنا نشكلوهم بالمغرفه. باش نعملوهم دوائر صغار، تحبوا تعملوا معناها في شكل باجيت هكا مستطول ولا كما تحبوا، اما انا تعجبني هكا في شكل دائره صغيره احسن الحقيقه. الكمية هذه عملت لي 9 دوائر أقراص معناها متاع خبز. تنجموا تعملوا هكا كونتيتي هكا وتخبيوها في المجمد، تستعملوا منها كي يجي حاجتكم تجبدوا منها قبل بوقت معناها باش تتنحى منها ثلج وكل شيء. وإلا تحبوا تعملوا شطر الكونتيتي كما تحبوا. دوما انتوكا كي باش تجربوا أول مرة جربوا بشطر الكونتيتي. نجمو من فوق نرشوا عليها شوية حبة البركة، شوية سينوج، شوية بسباس، شوية زرجلين. أنا رشيت فوقها شوية زرجلين. تقعد حسب التقريب 25 دقيقة كيكة ولا 30 دقيقة في الفرن، قلنا على 180 درجة. كان الفرن متاعكم حامي ياسر نقصوا شويه ميسالش، ولا شعلوا لها معناها من اللوطه برك وبعد شعلوا من فوق. هنا الخبز متاعنا حضر، شوفوا كيفاه ما شاء الله جاي خفيف وهشوش هايل. نجموا حتى نعملوه ساندويتشات كي نحلوا معناها الخبزه معناها تنجم تكون ساندويتش تعطينا طوع معناها طريه مشكل يابسه ولا حاجه.
جربوها بقدرة ربي ما تندموش. هذيك السلطة نتاعنا حضرت. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كان عجبكم بطبيعة ما تنساوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة. نفرح برشا كي نلقى مشتركين جدد. ان شاء الله نكون قدمت لكم افاده، وان شاء الله انا قاعده نجتهد معناها باش نبحث كل مره باش نعمل لكم وصفات جديده وسهله. ان شاء الله تعجبكم الوصفات، وبالطبيعه خليوا لي كومنتير، وكهو تو نقول لكم باي باي. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. باي باي.